بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات في قناتي. ان شاء الله فيديو اليوم نلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة. فيديو اليوم راح نعملوا طريقة تفصيل موديل قندورة الصيفية بالكتان. راح نشوفوا الطريقة مع بعض. طبعا اللي حابة تفصل طريقة الداخل في الخارج تفصل طريقة الداخل في الخارج، وراني عاملة فيديو في القناة يعني على طريقة تفصيل الداخل في الخارج بطريقتين. يعني تقدروا ترجعوا للفيديوهات السابقة راح تلقاو كيفاش يعني نفصلوا بطريقة الداخل في الخارج. هنا فقط باش نربحوا البنات الوقت. واش راح نديروا البنات؟ راح طبعا نديو القياسات نتاعنا. عندنا اول حاجه نصف عرض الكتفين، نزول حده الابط، ثم نحدد ربع دوران الصدر، ثم ربع دوران الخصر، ونوصل ما بين خط الخصر وخط الصدر. ننزل بالقندوره تاعي ايبازي. طبعا هنا عندنا قصه في الخصر البنات. هنا طبعا نجيو نطلعو هنا مسافة 2 سنتيمتر ونعملو قصة طبعا للأمام فقط، أما الخلف راح يكون قطعة واحدة. راح نجي هنا نحدد عرض الرقبة تاعي اللي هو 8 سنتيمتر، ننزل ميلان الكتف 1.5 سنتيمتر ونوصل بخط ميلان الكتف. نحدد المنتصف، نخرج من زاوية 3 سنتيمتر، نرسم الحردة الخلفية. بالنسبة للحردة الأمامية حندخل من 1 إلى 1.5 سنتيمتر ونعدل في حردة الأمام. هنا حددنا طبعا الباترون الأساسي. الرقبة الخلفية ننزلو فيها حنا واش حبينا، حبيتو تنزلو 6 7 8 لكم الاختيار. راح نقصو ونكملو باقي الشرح إن شاء الله بهذه الطريقة. هنا دائما في الأسفل نطلعو مسافة البنات، هنا في الأسفل باش ما تجيناش القندورة مجونحة نطلعو مسافة من 5 إلى 6 سنتيمتر ونعدو طبعا في القندورة تاعنا باش ما تجيناش مجونحة بهذا الشكل. راح نفصل الامام وحده والخلف وحده. الخلف هنا اذا حبيتوا البنات تعملوا لي بانس، اعملوا لي بانس تاعكم عادي بهذا الشكل. حندخل مسافه 13 سنتيمتر، 1 سنتيمتر راح تروح في الخياطه تاع الخلف. هنا تقدروا تدخلوا في المنتصف 3 سنتيمتر اللي حب دير بانسه في الخلف، اللي ما تحبش فقط يعني هنا تقدروا ديروا بانسه هنا في الخلف البنات تنزلوا بها بهذا الشكل. يعني تدخلوا هنا حوالي 3 سنتيمتر. اللي ما تحبش دير فقط بهذا الشكل. قلنا نطلعوا مسافة 14 سنتيمتر، ننزلوا ب14 سنتيمتر، نخرج هنا 1.5 وهنا 1.5 ونرسم لابانس نتاعي بهذا الشكل. هذا بالنسبة طبعا للخلف. نفس الشيء يعني ننقلها في الجهة المقابلة بهذه الطريقة. نخرج هنا 1.5 وهنا 1.5 ونرسم لابانس تاعي. هذا الخلف البنات فقط يعني تروحوا تجملوه تخيطوه في المنتصف، تستشفوا الرقبه تاعكم وتخيطوا لابانس. هذا بالنسبه للخلف يعني معليش عمل. نجيو للامام تاعنا البنات. راح نجي هنا ونعدل في حردة الابط. اللي حبت هنا لي بانس البنات اللي حبت دير قصة الاميره تقدر دير. طبعا كما قلنا هنا رايحين ندخلوا مسافه 10 سنتيمتر ونعملوا البنسة تاعنا. حنطلع مسافة من 10 إلى 12 سنتيمتر وننزل من 10 إلى 12 سنتيمتر. هنا زيدوا في الطول تاعكم، يعني هنا زيدوا في الطول لأنه راح هنا عندنا قصة باش من بعد ما ينقصلناش القماش. واللي حابة تفصل الجزء العلوي وحده والسفلي وحده تقدر يعني تفصل الجزء العلوي وحده والسفلي وحده وتزيد 1 سنتيم للخياطة نتاع الجزء هذا العلوي والسفلي. هنا عملنا لابانس تاعنا. عندنا هنا قلنا قصه راح نقصو بهذا الشكل. هنا في الجانب قلنا نطلعو 2 سنتيمتر لانه عندنا قصه. هذا الجزء السفلي البنات فقط تروحوا تخيطوا تخيطوا له لي بانس. قلنا نخيطوا له لي بانس هنايا. هذا الجزء السفلي والجزء العلوي هنا طبعا نفس الشيء. حبيتوا يعني تفتحوا لابانس تاعكم، حبيتوا يعني تخيطوها فقط هنا يعني خصوصا المبتدئات يعني يرسموها فقط ويخيطوا بلا ما يضلوا يفتحوا او يفرغوا البانسه تاعهم.
نفس الشيء ننقل البنسة من الجهة المقابلة، ونجي هنا نحدد عمق الرقبة نتاعي. بالنسبة للرقبة البنات راح ننزل مسافة من 17 إلى 18 سنتيمتر. الرقبة هنا راهي ماهيش مفتوحة ياسر، يعني رقبة مستورة. ننزلو حتى ل 18 سنتيمتر ونرسم الإطار أو المستطيل تاعي بهذا الشكل. راح نجي من هنا البنات وندخل 1 سنتيمتر. الرقبة كاري البنات دائما من الأحسن ادخلوا 1 سنتيمتر. هنا تجيكم يعني الرقبة تاعكم متحوفة، ونقصوا الرقبة بهذه الطريقة. هذا بالنسبة للرقبة الأمامية. طبعا هنا كملنا، راح تجينا بهذا الشكل. الجزء العلوي تاعنا راح يجينا بهذا الشكل. حنا كما شفنا راه عندنا هنايا هذيك القطعة لهنايا عاملين فيها لي بوطون هذوك. واش راح نديرو البنات؟ نجيبو يعني قطعة قماش على شكل يعني قطعة مستطيلة، نديرو فيها حوالي يعني العرض حوالي يعني حبيتو 6 سنتيمتر حبيتوه 4 سنتيمتر. هنا على حسب يعني الازرار اللي راح نديروهم كبار ولا صغار. نجيو نخيطوه هنايا في المنتصف نقلبوه، والخياطه هذيك البنات نحاولوا نديروها يعني في الجهه الخلفيه. يعني الخياطه كي تخيطوا تحدوها حاولوا ديروها يعني في الجهه الخلفيه. يعني حنا نخيطوا الشريط تاعنا عادي نقلبوه، من بعد كي نجيو نركبوه على القطعه تاع الصدر نديروا الخياطه هذيك يعني تجينا في الخلف، ونجيو نحطوه هنا بهذا الشكل. نديو نفس القياس تاعنا تاع المسافه هذه بهذا الشكل، ونجيو نثبتوها طبعا هنا بلي زيبانكل. ثبتوها القطعه هذه بلي زيبانكل. من بعد ما نثبتوها نجيو نخيطوا البي تاعنا، نخيطوا البي من هنايا ونقلبوه للامام يعني ونعاودو نخيطو. هنا هاي ثبتت لنا القطعه هذه، نزيدو نثبتوها من هنا جهه الخصر. وهنا طبعا راح يكون التزيين بهذوك الازرار. بعد ما نثبتو القطعه تاعنا ونستشفوا الرقبه نجيو نخيطو الجزء السفلي. طبعا تخيطوا لي بانسه هنا تخيطوا لي بانسه هنا، ونثبتو الجزء السفلي مع الجزء العلوي. راه موديل سهل البنات، فقط شويه تركيز. المريوحات هذوك راكم تشوفوا فيهم مريوحات يعني صغار، ماهمش يعني مريوحات كبار. راح ندي هنا يعني حوالي 8 سنتيمتر طول ما او عرض المروحه هذه. بالنسبه للطول هنا نقدر نديو 25 سنتيمتر حتى 30 سنتيمتر ونعملو بهذا الشكل. هذو المروحات يعني راهم دارجين ياسر في قناطر الصيف. ونقصو طبعا هنا القماش تاعكم يكون مطوي على 4. واش نجيو نديرو البنات هكذا نفتحو، نجيو نخيطو البي تاعنا من الخلف تاع القماش ونرجعوه للامام نخيطوه هنا كامل. وهنايا رايحين نعملو نخيطوهم يعني هنا في حردة الابط، ونعملو لي فرونس ولا كشكشه ولا ديبلي كل واحد واش يحب بهذا الشكل هكذا، ونخيطوهم في حردة الابط. هذا هما البنات الموديل تاعنا تاع اليوم. احنا حبيتو يعني تخيطوهم من هنا وتروحوا حتى الجهه الاخرى، حبيتو تخليو هنا مسافه يعني في حردة الابط تقدروا ديروهم بهذا الشكل. هذا هو الموديل تاع اليوم. ان شاء الله نكون افدتكم. قلكم البنات الى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله ومع موديل اخر باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.